اليوم طارق الهاشمي، وبالتالي انا اعتقد الشرع سوف ياتي على الجميع، وعلى هذا الاساس هذا الموقف الموضوعي من قبل قاده اقليم كردستان وبخامه الرئيس مام جلال موقف موضوعي لحمايه العمليه السياسيه وحصانه لكافه القاده السياسيين. اذا القاده السياسيين تخلوا عن طارق الهاشمي في هذه المره ليهيئوا انفسهم الى قضايا سياسيه تحاك لهم في المستقبل، وربما في المستقبل القريب. اليوم هذا الموقف هو ليس فقط دفاعا عن طارق الهاشمي، هو دفاعا عن العمليه السياسيه، هو وضع حد لكل هذه التجاوزات وتسليط الضوء على كارثيه الماده 4 ارهاب. اليوم عندنا الاف من الابرياء بالمناسبه خلف القضبان بسبب التهم الكيديه على هذه الماده التي وظفت للايذاء وايقاع الظلم باناس لا يستحقون. هذا الموضوع حقيقه الامر هو ليس موضوع اجتهاديا ولا طرفيا. هذا الموقف اليوم من اقليم كردستان هو موقف مبدئي للحفاظ على العمليه السياسيه ولتحصين مستقبل القاده السياسيين من اي تجاوزات قد تحصل مستقبلا. الموضوع اليوم لو سكت عليه اليوم سوف ينتقل من طارق الهاشمي الى بقيه القيادات السياسيه. قلت يعني ليهيئوا انفسهم للتهم التي ربما ستوجه اليهم، يعني هل هناك فعلا اشخاص ربما ستثار ضدهم قضايا ارهاب؟ كل واحد يسوي ارهابي. يعني انا لا اعلم، لكن امل ان هذه المساله اعادت الوعي الى من فقد الوعي وفجر هذه